هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان لكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية، أطفال. قامشلو، طريق الحسكة. مساء الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، رمضان كريم عليكم. حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح نكون مع بعض نحن والدكتور أحمد بنية، اختصاصي بأمراض الغدد الصم والسكري، لنتناول موضوع مرضى السكري والصيام. العديد من الأسئلة رح نطرحها على الدكتور، نتمنى الكل يستفيد منها. طبعا الدكتور أحمد هو رح يكون عبر الهاتف معنا وبدنا نرحب فيه نحن وانتو. مساء الخير دكتور أحمد، يسعد مساك. مساء الخيرات، والله يعطيك العافية. رمضان كريم إن شاء الله علينا وعليكم أجمعين يا رب. دكتور، حلقتنا رح تكون اليوم عن المرضى السكري. طبعا المرضى السكري للي هن نحن ما بنعرف شو مين هن مرضى السكري. الدكتور رح يشرح لنا يا ترى مين هو مريض السكري، شو هو مستوى أو منسوب أو الأرقام لسكر الدم للي بيتسمى المريض أنه هذا مريض سكري. ماشي. مرضى السكري هن المرضى اللي بيتميزوا بارتفاع مزمن في سكر الدم نتيجة نقص مطلق أو نسبي في هرمون الأنسولين. تماما. طبعا هذا بسببه نقص إفراز الأنسولين أو نقص حساسية الأنسجة للأنسولين. يعني نقص إفراز الأنسولين، المعروف أنه الأنسولين بينفرز من خلايا بيتا في البنكرياس. هالخلايا بتتخرب لأسباب مناعية مجهولة السبب، أسباب كتيرة، فبس تتخرب هالخلايا بيصير داء سكري عند المريض. تماما. طبعا بهالحالة بنقسم الداء السكري لنمطين أساسيين. هو السكري النمط الأول اللي بنسميه الشبابي، والسكري النمط الثاني عند الكهول. عادة هذا بيصير السكري الشبابي نسبته عادة 5 إلى 10% من مرضى السكري. غالبا الأشخاص بيكونوا دون 20 سنة. أسبابه 90% مناعية ذاتية، يعني في شيء مناعي بالجسم بيخرب هالخلايا، و10% من الأسباب مجهولة. طبعا هالنمط من الداء السكري حصرا للمعالجة بالأنسولين بتكون. السكري النمط الثاني طبعا غالبا بعد سن 40 بيصير. طبعا بيشكل 90 ل 95% من مرضى السكري. طبعا من أسبابه السبب الأشيع هو الوراثة، بعدين البدانة، نمط الحياة، يعني الخمول، الوهن، قلة الحركة والنشاط. هدول كلها من الأسباب اللي تأهب للنمط الثاني. معالجة هالنمط هي أهم شيء الحمية والرياضة بالإضافة للأدوية، وفي حالات يعني شديدة ممكن نضطر لاستعمال الأنسولين. في السكري الحملي كمان اللي بيصيب النساء الحوامل بين الأسبوع 24 و 28 من الحمل. هذا كمان معالجته بالأنسولين حصرا. في بعض الدراسات والكتب بتقول انه دواء الميتفورمين آمن وما نفع، يعني ما له أي تأثير مشوه لا للجنين ولا له تأثير على المرأة الحامل. لسه ما أجت الموافقة العالمية له، بس يعني كثير من الدول عم تستعمله يعني. نعم دكتور، تفضل. طبعا رقم السكر الطبيعي بس راح أخبرك هو لازم يكون أقل من 99. تماما، هو هذا كان سؤالي. تماما. رقم السكر الطبيعي يعني بين 72 وال 99. تماما. للحد الأقصى حد دكتور هلا من وإلى 72 ل 99. 99 تماما. أقصى حد هو 99. هلا بين 100 وال 125 هذا بنسميه مرحلة ما قبل السكري. يعني لازم الواحد يدير باله على حاله إذا رقم السكري بهالحدود. أيضا مع أخذ العين بعين الاعتبار العمر أيضا، ما هيك دكتور؟ هلا العمر ما له علاقة بهالشيء لمعايير تشخيص السكري إلا عند الحوامل. تماما. إلا عند الحوامل في أرقام معينة لتشخص السكري. نعم. هلا معايير تشخيص السكر إنه سكر دم على الريق أكثر
أو يساوي 126 لمرتين أو أكثر. نعم. يعني مرة واحدة 126 ما بيكفي إنه بنقول إنه مريض هذا معه سكري. لازم تعيد التحليل مرة تانية. طلع أكثر من 126 فهذا مريض سكري. تماما. هذا الشيء الأول. تمام. أو سكر دم في أي وقت من اليوم أكثر من 200 مع أعراض صريحة لداء السكري. شو هن دكتور؟ الأعراض هن العطش، نعم، البول، تعدد البيلات، البول الشديد، زيادة شهية مع نقص وزن. أيوة. شهيتن بتكون منيحة بس عم ينقص وزنن. تعب وإنهاك أيضا. تأخر في التئام الجروح، تشكل الدمامل، في اضطرابات بالرؤية، تكرر الالتهابات البولية والنسائية. أحيانا بيشتكوا من حرقة وخدر في الإجرين واليدين. نعم. هدول هن الأعراض اللي عم يشتكوا منها. تمام. في معيار ثالث كمان للسكري، إنه سكر دم أكثر من 200 بعد إعطاء بعد ساعتين من إعطاء 75 جرام جلوكوز. هذا بنسميه اختبار تحمل الجلوكوز. يعني الجلوكوز في جلوكوز صرف، ما هو يعني السكر العادي. نعم. يعني مجهز مخبريا. تماما. مجهز مخبريا 75 جرام جلوكوز. تعطيه خلال 5 دقائق مع مي. طبعا بتحلى بكوب مي أو كوبين مي وبتعطيه خلال 5. بعد ساعتين إذا كان الرقم أكثر من 200 فهذا مريض سكري. تماما. المعيار الرابع السكر التراكمي أو الخضاب الجلوكوزي بالمفهوم العلمي أكثر من 6.5. نعم. واحد من هالمعايير كافي لتشخيص السكري. تماما. تمام. طيب دكتور، كتير من الناس بيسألوا يا ترى هل مريض السكري فينه انه يصوم، ومين هن مرضى السكري للي بيسمح لهم الاطباء انه يصوموا؟ خلينا ندمج هالسؤالين بجواب واحد. تفضل دكتور. يعني متى يسمح ايوه، ومتى ما يسمح للي ما يسمح لهم؟ هلا اللي لا يسمح لهم الصيام. هلا المريض اللي عنده سكري وعنده أرقام مرتفعة جدا لسكر الدم وما بيحسن يضبطه، يعني السكر الدم بين 270 وال300، هذا ممنوع نهائيا يصوم. نعم. الطفل المصاب بالسكري هذا كمان ممنوع نهائيا. حتى الأطفال بينصابوا دكتور؟ طبعا الأطفال يعني. بأي عمر ممكن ينصابوا. نعم. بأي عمر ممكن ينصابوا. تمام. ذروة الإصابة عند الأطفال بعمر 11 لل15 سنة. نعم. بس ممكن يصابوا بعمر السنة، سنة ونص، حتى أقل من هيك كمان بينصابوا. طبعا الشغلة الثالثة، مريض السكري من النوع الثاني بمراحله المتقدمة، يعني مثل مريض سكري مع اعتلال كلية سكري، يعني قصور كلوي صاير معه. تمام. أو اعتلال شبكية سكري. أو اعتلال أوعية قلبية سكري. نعم. أو اعتلال شرايين طرفين سفليين شديد سكري. هدول كلها بنمنعن عن الصيام. تماما. أي مريض سكري بياخد الأنسولين يفترض لا يصوم أبدا. أنسولين يعني حقن؟ الأنسولين طبعا حقن. تماما. بيجي. أكيد. أنسولين حقن بيجي. طبعا أي مريض سكري مصاب بمرض مزمن ممنوع يصوم، مثل واحد معه مرض قلب أو سرطان أو قرحة معدية أو آفات رئوية مزمنة، يعني مثل سببت قصور رئوي. نعم. أو قصور كبدي. هدول ممنوعين. دكتور تفضل. السؤال اللي كان رح أسأله طبعا مشان يكون الحديث مكتمل. هلا بيقولوا انه تصوموا تصحوا. في كتير من المرضى اللي بيصوموا اكيد رح يصوموا عن الحلو والسكر. طيب برمضان ما له شيء ايجابي لحتى يتعافى هذا المريض او يسمح له لهذا المريض انه يصوم؟ هلا مرض السكري او ببداية التعريف انه هو مرض مزمن. نعم. يعني ما بيتعافى منه المريض. ما بيتعافى منه المريض. متلازم معه يعني. اي يعني خلص متلازم مثل الضغط. يعني خلص مستمر، مرض مستمر صار معه. فهذا يعني الصيام يعني هلا ممكن يسيء لحالته، يعني اذا خاصة المرضى اللي السكري عندهم ما مضبوط،
بشكل جيد أو عنده مرض مرافق، مهم. هذا بيسيء لصحته. مهم. فينصحوا هدول ما يصوموا أبدا. هلا أيمت بنسمح للمريض بيصوم؟ مهم. المريض اللي سكره مضبوط بحدود 120 110 150، والأدوية اللي عم نعطيه إياها يعني باليوم جرعة وحيدة أو جرعتين على الأكثر. نعم تماما. إيه، مهم. وطبعا بشرط إنه ما يكون عنده أمراض مرافقة، أكيد. وهذا الشيء بعد ما يستشير طبيبه، تماما. لأنه الطبيب أدرى بهالأمور شيء وأدرى أكيد. بمصلحة المريض. أكيد طبعا. تمام. دكتور، هلا لمريض السكري للي بتسمحوا له لانه يصوم، مم. اذا فينا نحكي عن وجبات الافطار سواء او وجبه السحور، مريض بيسمح له مثل ما تفضلتوا انه عنده جرعه وحيده من الحب او من الانسولين او من الادويه، شو بتنصحوا او شو هي الخطه الغذائيه؟ طبعا أول شيء تناول وجبة الإفطار فور الأذان، يعني ما بيتأخر بوجبة الإفطار تبعه. تماما. إيه، هلا وجبة الإفطار ممكن لا يعني يفترض إنه تقسم. هلا عند الأذان يفضل إنه كوب أو كوبين مي زائد 3 حبات تمر تماما. مع سلطة. بعدين يروح يصلي المغرب. بعد صلاة المغرب كمان هي تعتبر نوع من الرياضة تماما للجسم. بعدها بيحسن ياكل. الأكل بنقسمه يعني على قسمين، قسم بعد صلاة المغرب وقسم بعد صلاة التراويح. نعم. هلا المفضل انه فرضا قطعة صدر فروج او قطعة سمك او لحم احمر بدون دهن، زائد صحن سلطة، زائد نوع واحد من النشويات، اما رز او برغل او بطاطا او معكرونة، بحيث انه كل وحدة من ما تتجاوز 5 ملاعق. ايوه تماما. نعم. طب وجبة السحور دكتور، طبعا في شغلات لازم يتجنبها كمان المريض، اللي فرضا هن الأطعمة المالحة، المخللات، الأطعمة الدسمة، المقالي، المشروبات الغازية، العصائر، هدول كلها ممنوعين. يعني هلا بيحسن ياكل حبة فاكهة بدل العصير، لأنه الفواكه الكاملة فيها كمية كتيرة من الألياف. تماما. فهاي كمان بتحرق السكر. حلو. ايه. فهالشغلات في شغلات لازم يتجنبها يعني المريض. دكتور، إذا مريض بيسأل إنه موضوع التمر، لما هلا تفضلتوا التمر أكيد هو نحن ناخده كطعم، ولكن تفكيكه التركيبة السكر تبعه لو تحكوا لنا عنه، سواء سكر العنب ولا سكر التمر، لو يعني تتكرموا علينا. هو السكريات اللي فيه هي سكريات أحادية، بس يعني امتصاصها بطيء. فبنسمح لهم خلال شهر رمضان بأنه يأكلوا كمية خفيفة. كمية خفيفة مشان ما ينزل السكر أو ما يعانوا من صداع بعد الأفطار هذا. فبنسمح لهم ب3 حبات عادي، ما في مشكلة، لأنه هذا التمر اللي عم نجيبه هو محلى كمان. أيوة، محلى بالسكريات الأحادية، غير إنه التحلاية اللي فيه مصنوع يعني بطرق مضاف له سكريات أحادية. هلا البلح هو أفضل شيء. نعم. من الشجرة طبعا أكيد، وليس بعد ما أنه يشيلوه ويجيبوه على السوق ويحلوه وهيك. هو من الشجرة هو أفضل شيء، بس طبعا هون ما في هالشيء متوفر، فبنسمح لهم أنه 3 حبات من التمر عادي، ما في مشكلة. طب دكتور، إذا حكينا عن وجبة السحور لمريض السكري، النمط اللي حكيتوا عنه. هلأ وجبة السحور، هلأ يفضل تأخير وجبة السحور قدر الإمكان. تماما. يعني مو أنه يتسحر الساعة 10 أو 11 أو 12، لا، بيتسحر يعني يأخرها قدر الإمكان. طبعا مع التركيز على شرب كمية كافية من المياه، مع التركيز على الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة
مثل شو دكتور؟ الفاصوليا، أها. العدس، مهم. الحمص، البقوليات بشكل عام. البقوليات هدول تماما. بشكل عام، بس ما تكون مالحة، أها. ما أكيد تكون مالحة مشان. كتير نعم. مشان أوكي. ما مهم. يسبب له عطش. تمام. تناول الدهون المفيدة وليست الدهون المضرة المشبعة. يعني هلا زيت مثال. الزيتون كتير كويس. نعم. ايه. هلا تناول حبة فاكهة كاملا، يعني انه تماما. مو العصائر. مهم. طبعا مصادر البروتين كتير كويسة اثناء وجبة السحور، مهم. بس اهم شيء انه تكون قليلة الدهن، مثل الجبنة، نعم. اللبن، مهم. بس كمياتها تكون محدودة، لأن البروتين يزيد الإحساس بالشبع تماما. خلال فترة النهار، مهم. مشان ما يضره وما يصير عنده نقص سكر أيضا. أثناء الصيام. نعم. دكتور أحمد بنية، مين اللي بيقرر أنه على المريض أنه سواء راجعكم مريض ضمن شهر الصيام وتدهورت حالته الصحية وهو عم يصوم وما كان بيعرف أنه سواء هو مريض سكري أو لا، يا ترى إمتى بتوقفوا المريض عن الصيام؟ هلا بنوقفه على الصيام لما يصير عنده ارتفاع شديد في سكر الدم، صار أكثر من 300 خلال النهار. خلال النهار. أي. نعم. أو انخفض السكر دون مستوى 60 ملغرام في الدم. ارتفاعه الشديد وانخفاضه الشديد، أيضا. هدول إجباري لازم يفطروا، بشكل خطر، هدول يشكل خطر على حياتهم. تماما. أو انخفاض مستوى السكر خلال الساعات الأولى من النهار إلى 70. يعني الساعة 10 فاق وحلل تحليل السكر طلع 70، هذا لازم يفطر، لأنه مستحيل يتحمل للساعة 7 المساء رح ينزل سكره هذا. نعم. بدون أي شيء. طبعا شلون بده يعرف انه هذا انه نازل سكره او ما نازل؟ اذا ما عنده جهاز، هو يفضل انه يكون عنده جهاز للسكري. أكيد. في أكيد. ناس ما عندها جهاز للسكري. هو هذا سؤالنا كان دكتور، انه مثلا المريض عم يسمعك وصار معه هالحالة، طيب في اعراض اخرى ربما يعني يفهمها المريض او يحس على حاله انه اخي انا دخلت بهالمرحلة هاي؟ هلا اول شيء الشعور بالرجفة، بيرتعش جسمه. الاطراف ولا الجسم بشكل عام؟ بشكل عام. تمام. كل جسمه بيرجف. حلو. الجوع. زيادة التعرق، بيتعرق جسمه. حلو. تسرع نبضات القلب. ايضا. بيحس بالدوار. عصبية، قلة تركيز، بيتصرف تصرفات غريبة غير مألوفة. يعني فرضا بتحكي معه ما بيرد عليك. نعم. او بيطلع على شغلات فرضا على المراية او على يعني على التلفزيون او على أضوية بدون ما بيكون بتحكي معه ما يرد عليك. تماما. ايه، هدول تصرفات غريبة. هدول حتى يمكن العصبية كمان تكون طبعا العصبية أنا قلت العصبية ممكن تصل لمرحلة الاختلاجات حتى ربما. طبعا إذا استمرت الأعراض يعني والمريض لا يعني كان لا مبالي أو ما عرف إنه هدول أعراض نقص سكر، نزل أكتر من هيك بيدخل بغيبوبة. نعم. وهاي المشكلة الخطيرة بهالحالة، لأنه الغيبوبة إذا صار في إصابة عصبية، الإصابة العصبية ما بتكون يعني رجوعة، بتصير أذية عصبية. المشكلة بنقص سكر الدم. نعم. دكتور أحمد بنية، أخصائي بأمراض الغدد الصم والسكري، بنختم حلقتنا بمجموعة من النصائح لمرضاكم يلي هن أكيد غاليين علينا، وأكيد اللي بيصوموا ولا اللي ما بيصوموا، جملة هيك نصائح لمستمعينا ولا مرضى السكري. هلا أول شيء قياس متكرر للسكر عدة مرات في الدم إذا كان جهاز السكر متوفر. الساعة 10 صباحا. نعم. 5 عصرا. بعد الفطور ب3 ساعات، وقبل السحور مباشرة. تمام. هاي الشغلة الأولى. لازم المريض يفطر فورا لما ينخفض السكر أو يرتفع رقمه مثل ما خبرناكم قبل شوي. تماما. هلا لما بينزل سكره بيحس انه بهالاعراض، الرجفه، الجوع، هدول الاعراض اللي حكيتها قبل شوي، يعني يتناول
كاس ماء مع سكر عادي، أو العسل أو عصير الفواكه. نعم. هدول أفضل شيء. ممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعتين وليس أثناء الصيام، لأنه الرياضة بتخفض سكر الدم. وليس بعد الإفطار فورا يعني في لا، وليس بعد الإفطار هو مباشرة بده يأكل يعني. أكيد. إيه. يأكل بعدها بساعتين. بعد الإفطار بساعتين. نعم. لازم يفطر. الإكثار من شرب الماء. تناول الطعام بكميات معتدلة. نعم. مع وجبات، يعني فرضا بين 3 و4 وجبات، بين الفطور والسحور. أيوة. تناول الأطعمة المحتوية على الألياف، لأنه بتنزل السكر بشكل منيح يعني. حلو. الابتعاد عن المشروبات الغازية والأطعمة الدهنية والسكرية عند الإفطار، وتناول كمية كبيرة من الخضار والسلطات. تماما. هدول أفضل نصائح لمريض السكري خلال شهر رمضان. دكتور أحمد بنية، أخصائي بأمراض الغدد السم والسكري، بنتشكرك كتير على هالمعلومات القيمة وأخذنا من وقتك. شكرا كتير لكم كمان وعلى برنامجكم الحلو. شكرا كتير، ومرة تانية بنقول لكم رمضان كريم. ضلوا بخير. کرونا ویروس چاوا بلاف دبو ام چاوا خوجه بپارێزن. کووید 19 مرۆڤ جارا یەکەم پێدەحسن. دەما مرۆڤن بە ڤایرۆس کەتی دەئاخڤن، دکوخن، دپشکن، دلۆپ ji devê wan dertê. Bi wî awayî jî derbasî mirovên din dibe. Ev dilop nêzî metroyekê diçin û bi ser tiştan xwe bicih dikin. Heta kengî ev vayros dijî nayê zanîn. Divê mirov derdora xwe bi rêk û pêk paqij bike. Em destên xwe didin gelek tiştan. Dibe ku vayros li ser wan hebe. Lewma divê mirov destên xwe nede çav, bêvil an jî devê xwe. Destên qirêj dikarin vayrosê derbasî laşê me bike. Dema em bipişkin an bikuxin, divê enîşka xwe an jî destmalekê mirov bide berdev û bêvla xwe. û divê ew destmal were avêtin ji çopeke devgirtî re. Ji bo parastina xwe ji vê vayrosê, destên xwe bi av û sabûn û maddeyên paqijiyê teqîmê gelek caran bişon. Li xwe miqate bin û pêşî li belava vê vayrosa metirsîdar bigirin. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان لكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية، أطفال. قامشلو طريق الحسكة.